هدوء الليل نسمع قلوبنا، كلمات نور تهمس فينا طمأنينة. تعال نبدأ من جديد، قلب هادئ ونبض سعيد، هنا الأمان وهنا السكينة، وهنا نعيش طمأنينة مع الدكتورة نهى مصطفى في رمضان على إذاعة راديو نور قلبك. رمضان فرحته حلوة. عارف أصعب لحظة في حياتك إمتى؟ لما كل الدنيا تقولك خلاص وقلبك يقولك لسه. الثقة مش إنك في الطريق الصح، الثقة مش في إن الطريق واضح قدامك، الثقة إنك تمشي فيه حتى لو هو ضباب. تعالى كده معايا ونتخيل المشهد ونشوف لما العدو يبقى واقف فوق الغار، ولو بصوا تحت شوية بس هتنتهي الحكاية، وصاحبه مرعوب يقول له: يا رسول الله، لو نظر أحدهما تحت قدميه لرآنا. يرد عليه بهدوء وثقة: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ده كان أبو بكر الصديق مع سيدنا محمد أشرف الخلق وأفضل الخلق. هو الموقف كان صعب جدا، كان صعب جدا، بس الثقة كانت أعلى من الخوف وأكبر من الخوف. ثقتهم في الله، وثقتهم في إن ربنا هيحميهم، وثقة رسول الله في ربنا في إنه هيحميه ومش ممكن يضره، هي كانت السبب في الاطمئنان اللي كانوا عايشين فيه. احنا بنفقد الثقة أول ما الظروف تتهز، أول ما حد يخذلنا، وأول ما النتيجة تتأخر نبدأ نقلل ثقتنا في نفسنا وفي اللي حوالينا. بس يمكن التأخير ده يكون إعداد ليك، ربنا بيعدك وبيجهزك لحاجة أكبر. يمكن الكسرة اللي انت اتكسرتها هي تشكيل ليك، بتعيد بنائك من أول وجديد. الثقة عمرها ما كانت شعور، الثقة قرار، إنك تقول أنا مش شايف الصورة كاملة بس واثق في ربنا، وأنا عارف إنها هتكمل وأنا ماشي في الطريق. تعالى كده نقول النهاردة: يا رب أنا واثق في تدابيرك، يا رب أنا واثق في حكمتك، يا رب أنا واثق في كل حاجة أنت بتكتبها لي. وأنت مطمن، في طمأنينة في قلبك وفي ارتياح في قلبك، وأنت فعلا واثق ومتأكد إن ربنا معاك، وإن ربنا واقف جنبك، وإن ربنا سندك. صدقني هتستريح لما تثق في ربنا وتعرف إن كل حاجة بيعملها ليك هي بتصب في مصلحتك في الآخر، وإن هي بتكون خير ليك في الآخر، سواء عرفت ده دلوقتي أو عرفته بعدين أو معرفتوش خالص، فهي خير ليك. خليك واثق في كل حاجة بتعملها، لأن ربنا شايفك وسمعك وواقف جنبك. صدقني لما تثق هتستريح، حتى لو كان الطريق لسه طويل وكان فيه ضباب ومعالمه مش واضحة، بس قلبك هيكون مطمن لأنك واثق في اللي خلقك وخلق الطريق. نهى مصطفى. هدوء الليل نسمع قلوبنا، كلمات نور تهمس فينا